ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض تالت وصفه من وصفات العيد، وهو البسكوت. بسكوت الزبده هنعمله برضو بالقمع كده زي ما عملنا البيتي فور، بس حاجه كده رهيبه. ومعايا كمان مكون واحد هيخلي معاكي البسكوت زي بتاع المحلات بالظبط، وريحته عارفه لما بتبقي ماشيه على الفرن كده وتشمي ريحه بقى حاجه العيد وما بيعملوها، تقولي الله ايه الجمال ده. هخلي لك ريحه الشقه كلها هتبقى بالريحه دي. ماشي. واهم حاجه التركات اللي هتخليه ناجح وطالع معاكي 100% ودايب دوب. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي اسمها سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نشوف المكونات بتاعتنا. معانا نص كيلو زبده بدرجه حراره الغرفه، شايفين ناعمه ازاي، مش سايحه بس ناعمه جدا. ومعانا 250 جرام سكر بودره، وطبعا وكيلو الا ربع دقيق. ومعايا 4 بيضات وصفار بيضه، معلش، وبياض بيضه، 4 بيضات كاملين وبياض بيضه. ومعلقه كبيره حليب بودر. والمكون بقى اللي قلت لك عليه اسانس الحليب، ده بتلاقيه عند بتوع مستلزمات الحلواني، انت بس قولي عايز اسانس الحليب. ده لو موجود بيدي ريحه تحفه جدا، لو مش موجود عادي ممكن يعني ايه، مفيش مشكله. مكان منه هيبقى حليب البودر، هيدي نفس الايه الطعم. لكن الريحه الفظيعه اللي هي بتاعه الفرن دي، بتاعه الافران دي، ده الايه حليب اسانس الحليب اللي قلت لك عليه. وده التيب اللي انا بستخدمه، بيبقى مسح كده من اليمه ومن فوق مشرشر، بتستخدمي على اليمه المشرشره. يلا نبدا. اول حاجه هنعملها، هنجيب السكر البودره بتاعنا ونحط عليه الزبده. شايفين الملمس بتاعها عامل ازاي؟ ده الملمس بتاعها. طبعا زبده مش سمنه، لان هو اصلا ده بسكوت الزبده. طبعا بتستخدمي الزبده اللي تريحك، يعني بتجيبي نيوزيلندي، بتجيبي فرن، اي نوع من ايه يعني انت حباه يعني، او بتحبي تتعاملي بيه. ونبدا بقى ايه، نضربهم في بعض كده، السكر البودره والزبده بتاعتنا، لحد ما يهيشوا ولونهم يغير. شايفين شكلها؟ ده شكلها بعد ما اتضربت، ده شكلها. شايفين عامل ازاي؟ ده شكل الايه، الزبده والسكر. شايفين لحد ما يوصل للشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنبدا بقى نحط البيض بتاعنا، بيضه بيضه، يعني البيضه تختفي نحط غيرها، كل ما بيضه تختفي نحط غيرها، ما نحطهمش على بعض. ليه 4 بيضات؟ وليه معايا بياض بيضه؟ بياض البيضه دوت، ده بيحافظ على القرمشه بتاعه البسكوت، بيخلي كده فيه قرمشه جميله، وكمان بيحافظ عليه من الترطيب، يعني يقعد معاكي لحد اخر واحده ما يطراش. طبعا انت عارفه ساعات كده في بسكوت بيطرى منك، لا ده هيقعد لاخر واحده معاكي مقرمش وما يطراش. نشتغل بقى كده ايه، بيضه بيضه لحد ما ايه، ما يختفي. بعد كده بقى ده شكل اسانس الحليب اللي بقولك عليه، بيبقى سايل كده وتقيل شويه. هتحطيه، طبعا انا حطيته فما حطيتش فانيليا، لان هو ريحته انت هتشوفيه اول ما تفتحي، حتى الازازه اللي هتجيبيها او زي ما انت شايفه العلبه اللي انا جايباها دي، الريحه بتطلع فظيعه بصراحه. المقدار ده بتحطي عليه معلقه كبيره زي ما شفتي كده، ونبدا نضرب تاني عشان نقلبه، ونحط بقى معلقه حليب البودر بتاعنا. طبعا هو بسكوت الزبده ما بتحطلوش اي سوائل، يعني ما بتحطلوش حليب عادي ما بيتحط، وكمان مش بتحطي له بيكنج باودر. جربي الطريقه دي بجد، هتعجبك جدا وهتطلعي بسكوت رائع. حطينا بقى حليب البودر اهو. هنضرب تاني كمان مره. طبعا بقى تستخدمي العجين، تستخدمي المضرب، يعني اللي يريحك يعني. بعد كده بقى هنجيب الدقيق بتاعنا، الكميه اللي هو كيلو الا ربع، نحطه كله ونبدا نقلبه. هنقلبه بس يعني لحد ما الدقيق يختفي، مش هنعجن. طبعا انتوا عارفين النواعم ما بنعجنش فيها، انت بتقلبي لحد ما ايه، ما الدقيق يختفي. وبالاخص زي البسكوت او البيتي فور او كده، ما نعجنش عشان العجينه ما تعضمش معانا او يطلع ناشف او ما ينزلش منك، لانك انت بتشغله بالقمع مش بمكنه. فانت تقلبي، انا قلبته كده بالمعلقه، وبعد كده ايه، عملته بالمضرب لحد ما الدقيق اختفى. طبعا انا بستخدم دقيق جميع الاغراض، انا كنت جايبه سنبله الفرات، وزي ما قلت لك اي نوع دقيق جميع الاغراض استخراجه 72%، تشتغلي بيه عادي نظيف، ما فيش مشكله منه. هنبدا بقى ايه، نجيب الصينيه بتاعتنا. وطبعا انا بحب اخبز في الصواني الالومنيوم، دي اهم حاجه. انا عندك بتحطي بقى الكميه بتاعتك، طبعا مش كلها، في القرطاس، وبتبداي تسيبيها فوق وتضغطي على ايه، يعني تضغطي على، تنزلي شويه وتضغطي عليهم تعملي التشكيل. انا بعمله هنا بقى زجزاج كده، بغير في شكله شويه. تعملي كده ايه، وتضغطي تقطعي، طبعا بالمقاس الايه، بالمقاس اللي انت عايزاه.
تمام كده. بنخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان احنا ما بنحطش اي ماده دهنيه في الصواني بتاعه الايه النواعم خالص، لان هي طبعا شفتوا كميه الزبده اللي فيها مش محتاجه يعني. تمام كده. بنحطه بقى في الفرن. شايفين الجمال ده؟ خرج من الفرن اهوت. بياخد حوالي ربع ساعه. بيشتغل على فرن الاول 180 5 دقايق، وبعد كده بتهدي النار عليه وكمان حوالي 10 دقايق او ربع ساعه بعد ما تهدي النار عليه شويه. يعني هو بيستوي على مرحلتين، بيطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت اهو. والنقشه بتاعته جميله ما راحتش. ده ظهره ده وشه. شايفين حتى الزبده كمان باينه في ايدي ازاي؟ حاجه كده جميله جدا. اتمنى ان كنتوا تجربوه والطريقه تعجبكم، ويا ريت تقولوا لي كمان رايكم بعد ما جربتوه. ده الشكل النهائي بتاعه. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في باقي وصفات العيد.